يناقش، انا كلامي كلام اله. كلام اله؟ والله ما بكذب. اديكي مثال بسيط يعني. جيت في مره والله كنت بتناقش معاه في امر بسيط وكان بعيدا تماما عن الدين، يعني مش بتناقش حتى في حاجه في الدين، فقلت حاجه غلط علشان يثور عليا. انت ازاي تجادليني؟ انا كلامي لا يناقش، انا كلامي كلام اله. كلام اله؟ والله ما بكذب. يشهد الله اني اقول صدق، والله قال كده. فوقتها بيعمل حاجات هو يرى غريبة. نفسه اله. استغفر الله، جايز او جايز يكون الشيطان ضحك عليه، كلنا خطائين، ولكن البني ادم مهما كان بيخطئ في حاجات ما بيخاف يقترب منها. يعني انا لا اجرأ على شيء. انت بتقولي لي حكي. ده كان اول رد من البلوجر أمنية حجازي على الاستاذ عبد الله رشدي، ودلوقتي برضو هنسمع رد الاستاذ عبد الله رشدي عليها، واللي بيأكد لنا ايه اللي حصل بالظبط في القصة اللي حصلت ما بينهم، وكمان هتعرفوا اخر التفاصيل اللي حدثت ما بينهم، وبيأكد كمان ان هي حاليا مطلقة زي ما حضراتكم هتسمعوا كده. بصوا يا جماعة، ده رد الأستاذ الشيخ عبد الله رشدي على القصة كلها، بيشرحها باختصار شديد. كلمني امبارح وقالت لي هروح المحاكم وهلف في المحاكم. قلت لها أنا بوفر عليكي دوشة المحاكم، عايزة تخلصي بالمعروف أجيلك البيت. قالت لي لأ، أنا بقالي في المحاكم 4 سنين وأنا محامية، أنت ناسي ولا إيه؟ وهاخد فواتير الهدايا اللي غالية اللي كنت بتجيبها لي وهديها المحكمة عشان يعني تطلع مني قرشين. هو انت هتجيب الموظف اللي بياخد 2000 زي لعيب الكورة اللي بياخد مليارات؟ طبعا الكلام ده انا لو طلعت قلت للناس هيبقى شكلها سيء جدا جدا، بس انا بقول لك عشان برضه تكون على دراية وتحس ان انت ضميرك امام الله مستريح في الكلمتين اللي انت قلتهم. وطبعا يعني كل اللي اتقال في الفيديو كله كلام فاضي. انا لا عمري قدمت على هجرة لامريكا ولا هاجرت امريكا، وكنت بروح امريكا واجي، واللي بيقدم هجرة مستحيل يروح ويرجع تاني، ولا خدت هجرة واديني قاعد في مصر. ده رقم 1. رقم 2، والله كان اخر ميعاد بيني وبينها يوم الاثنين اللي فات ده، ان انا اخد المأذون واروح لها بيت ابوها واديها مؤخرها ومتعتها ووثق، يعني المأذون يكتب الطلاق اللي هو انتهت عدته في شهر. ده كان اول رد من الاستاذ عبد الله رشدي على الاستاذه أمنية حجازي وعلى الناس اللي بتساله عن الحاجات اللي حصلت ما بينهم، وهو حب ان هو يوضح كل الامور اللي حصلت. وانت بقى دلوقتي من رايك كمشاهد، هل الاستاذ عبد الله رشدي هو اللي على حق ولا الاستاذه أمنية حجازي هي اللي على حق؟ يا ريت تشاركونا رايكم في التعليقات، ويا ريت تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه، والاهم من ده كله صلوا على النبي.